قداستك يعني في يوم عيد القيامة وعيد شم النسيم والمصريون جميعا يحتفلون بالأعياد المتنوعة، كلمة قداستك توجهها إلى التلفزيون المصري أو وزارة الإعلام بصفة عامة، وتقييم قداستك يعني التلفزيون المصري بما قدمه من تغطيات من أول وفاة قداسة البابا المتنيح البابا شنودة، ثم الانتخابات البابوية فالقرعة الهيكلية، فتجليس قداستك بتفاصيله وكان حصريا للتلفزيون المصري، ثم ايضا زياره معالي وزير الاعلام ورئيس الاتحاد ورئيس قطاع الاخبار لقداستك منذ بضعه ايام، واخبارهم لقداستك بانه هناك سبق على مر تاريخ التلفزيون المصري بان يرسل التلفزيون لتغطيه اولى زيارات قداستك خارج البلاد الى بابا الفاتيكان وروما، وهي سابقه هي الاولى على مر تاريخ التلفزيون المصري. كيف تقيم ذلك وما هي الرساله التي تبعثها لوزاره الاعلام؟ اولا انا بشكر وزارة الاعلام والسيد وزير الاعلام، وبشكر كل العاملين وكل المسؤولين في الهيئات الاعلامية، والحقيقة مشاعرهم طيبة جدا، والمفترض ان الاعلام ده اعلام مصر، وبالتالي بيقدم كل ما يخص مصر ويخبر كل انسان على ارض مصر بكل شيء، وده شيء حلو خالص. طبعا المشاركة الإعلامية في الأحداث الكنسية هي مشاركة وطنية بالدرجة الأولى، وهي مشاركة لأن الأقباط ده جزء في النسيج المصري، ومفترض أن كل الشعب المصري يعلم ويعرف ويفهم كل الأمور دهيت، لأن زي ما بيقول المثل البعد جفاف أو جفاء، وعدم معرفة الآخر أيضا يؤثر. طبعا الجهل بالآخر شيء خطير يعني. فبالتالي هي مشاعر طيبة، والحقيقة فيها خطوات عملية واضحة لينا كلنا، وإفادهم يعني من يغطي الرحلة البابا روما طبعا سبق زي ما حضرتك ذكرت، ودي المحبة والمشاعر الطيبة. وكان في زيارة السيد وزير الإعلام لما كان بيهنينا من أيام قليلة إن فتحنا سيرة يوم 1/6 اللي هو العائلة المقدسة وقدومها إلى مصر، دخول العائلة المقدسة إلى مصر باعتباره عيد مصري صميم، فوعد بأنه بنعمة ربنا هيغطيه باحتفالية خاصة اليوم دهوت ويستخدمها من ناحية السياحة. قداستك كان يومها برضو وزير السياحة بيزور قداستك يوميها. فعلا السيد وزير السياحة برضو اتكلمنا في نفس الموضوع، ويعني التقارب والتفاعل والتفاهم في الأمور المصرية أمر مهم جدا وأمر مفيد خالص. شكرا قداسة البابا، وكل سنة وقداستك طيب. بعطلناك عن ضيوفك المهنئين، وكل سنة وقداستك طيب. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة ومصر بخير دايما. متشكر. شكرا جزيلا.